بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال يا رب. عايزه اقول لكم قبل ما ابدا الفيديو، انا سمعت امبارح دعاء عجبني جدا جدا بجد. قال لك الدعاء ده بيفك الكرب ويزيل الهم ويعني بيحقق الامال. قولوه 7 مرات الصبح و7 مرات بالليل، وان شاء الله باذن ربنا يحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه. اللهم يا محول الحال والأحوال، غير حالي بأفضل حال عاجلا، وارزقني رزقا مباركا، وكل لما في نفسي كن فيكون ثم اكتب لي. جميل جدا جدا الدعاء ده بجد، هكتبه لكم في التعليقات. قولوا يا جماعة 7 مرات وتمنوا اللي انتوا نفسكم فيه، ولعل وعسى بإذن الله يا رب اكون سبب ان يعني ان قلت لكم الدعاء ده، ويكون ربنا كده يعني كاتب لي كده ومسخرني ليكم ان اقول لكم الدعاء ده وتقولوه، وربنا يكتب لكم الخير اللي انتوا تتمنوه باذن الله يا رب. النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا على فكره، في حاجات كتيره جدا جدا، مليان مليان ما شاء الله، معلومات كتيره او مليان حاجات مفيده جدا جدا. هقول لكم اسبوع بحاله من عمري كده. انا اخر مره نزلت اليوم ال11، هقول لكم ال12 لحد اليوم ال17 تقريبا. يعني هقول، بص انا هبدا اول حاجه اقول لكم ان انا عملت ايه. يعني انا لقيت كده فرختين عندهم الاسهال اللي هو الاصفر اللي هو الذهبي ده، واحد اصفر ذهبي وفرخه تانية عامله اللي هو رغاوي، يعني معناها ان في اوكسيديا وكوكسيديا. عايزه اقول لك مع ان اهتمام رهيب جدا جدا، بس اوكسيديا وكوكسيديا خاينين مهما انت حرصتي. والحمد والشكر ليك يا رب برضو، مهما الحمد لله انا عشان مقويه مناعه الفراخ بتاعتي. الحمد لله ما انتشرتش غير في فرختين، يعني ما جاتش غير فرختين بس. لو مناعه فراخ ضعيفه وكده كانت الفراخ كلها جات لها الشوطه كلها. الحمد والشكر ليك يا رب، هما فرختين بس. والحمد لله الحمد لله عاد على خير. جبت العلاج بتاع العلاج بيطري بتاع اوكسيديا وكلوكسيديا. الدكتوره ادولي 5 ايام، وريتهولكوا فيديو اللي هو الفيديو الاخير، في علاج صباحا، في علاج العصر، والمره وفي علاج تالت قالت لي عليه عشان يعني يسهل انظمه الهضم وكده عندهم، بتديه مره يوم ويوم. فانا استغلت اليوم اللي ما بياخدوش، حطيت فيه فلاجيل اقراص ليا 500، فلاجيل بشري 500. حطيت بقيت افضي القرص على 2 لتر ميه. يعني هي الدكتوره كتبت لي دواء مضاد حيوي الصبح، ودواء الاكسيديا العصريه، وادتني دواء سائل صغير كده ازرق، هتلو في الفيديو اللي فات. قالت لي يوم ويوم الدواء ده بيحسن الانزيمات اللي في المعده والهضم وحاجات من دي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فقالت لي يوم ويوم، فانا استغلت اليوم اللي مش ههدي فيه الدواء ده، بقيت احط فلاجيل 500 بشري. على فكرة يا جماعة، عن تجربة بجد، الأدوية البشرية بجد بتفيد جدا جدا الفراخ عن الأدوية البيطرية. الأدوية اللي كنت جايباها من الدكتورة البيطرية بأمانة يعني كان مفعولها بطيء جدا جدا، والفلاجيل البشري هو اللي سرع صراحة الحمد لله اللي شفى الفراخ بأمانة. وكمان لو لاحظتوا انا عزلت الفراخ بقى، حسيت ان المكان اصلا كان صغير عليهم، المفروض كنت نقلتهم من بدري. يعني المكان اللي أنا حطهم فيه دوت يعني قعدوا فيه تقريبا 12 13 يوم. لا دي برضو كانت غلطة مني، المفروض المكان ده صغير جدا، لان ارتفاع اللمبة من الارضية لللمبة تقريبا 60 سنتي، المفروض اصلا مش اقل من متر يعني ارتفاع اللمبة. فطبعا بتعمل لهم حراره، وانا ما كنتش مكتمه والله عليهم ولا حاجه، لان كنت عامله حساب اللمبه كده ان هي مسخنه الدنيا زياده عن اللزوم، فكنت سايباهم مكشوفين يعني حتى بس سلك وخلاص. اما الدور اللي تحت كان اعلى شويه تقريبا 80 سنتي، فكنت يعني مغطيه شويه عن الدور اللي فوق. فحبيت برضو اهويهم برضو واساعد في العلاج، ان انا عزلتهم عن بعض، عملت 5 و5. حتى اللي عندهم اسهال مع الخمسه اللي هم فوق، كانوا على فكرة اللي جالهم الإسهال ده أكبر الحجم، يعني ما شاء الله. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب عدى على خير بجد. زي ما دام انت مقوية مناعة فراخك ما تقلقيش. كل حاجة أو كل ميكروب أو كل بكتيريا أو كل فيروس هيعدي عليهم، يعني ان شاء الله باذن الله هيعدي على خير، ما تقلقيش خالص. بس اول مناعتهم بيقولوا انت ان على طول من اول يوم من اول يوم في التحصين. انا صراحه حاطه من اول يوم. حطوا مع مضاد الحيوي زي ما قلت لكم قبل كده، حطوا برضو يعني حطيت مضاد الحيوي تقريبا 3/4 اليوم، ومننت ان بقيه اليوم الربع التلت الاخير من اليوم. لكن بجد بجد الحمد لله عدت على خير. وبعد ما زلتهم عن بعض كمان يعني حسيت ان يعني النفس بتاعهم حامي وكده، حسيت ان هم ارتاحوا كمان اكتر وبقى يسحبوا في العلف اكتر. الفراخ مش عايزه حبسه صراحه، مش عايزه مكان صغير.
يا تحطهم في مكان اوسع مثلا، عشان البطاريه دي عندي كانت مريحاني صراحه وعاليه، بعمل حاجتي وانا واقفه مش قادره اعمل وانا موطيه وكده، فكانت مريحاني. فانا برضو دلوقتي على يبقى انا كده قلت لكم من يوم ال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 الخمس ايام دول كان بديهم جرعه كوكسيديا وجلوكسيديا، وبديهم المطهر المعوي والسائل اللي الدكتوره ادتهوني اللي هو المشروب اللي هو يوم ويوم، اللي هو منشط للمعده وكده. دي الخمس ايام اللي كنت بعملهم فيها. لو انت مفيش عندك اي مشاكل اسهال او اي حاجه معاكي الفلاجيل ده حطيه. ممكن ما تجيبيش فلاجيل اللي هو ال500 العالي، لا هاتي الفلاجيل بقى ما مفيش مشاكل عندك، هاتي اللي هو 25 الصغير. حطيه كل يوم، حطيه يوم يعني بصي في الاعمار الكبيره حطيه كل يوم، في الاعمار يعني قبل 15 يوم حطيه يوم ويوم ماشي. بجد هيريحك، مش هيعملك اي مشاكل خالص. هيحصن الفرخه من اي اسهالات. مش هيلحق الفيروس ينشط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك الشيح، وتغلي تجيبي معلقه شيح وتحطيها في كوبايه، وتغلي كوبايه ميه وتحطيها عليه. وبعد ما يبرد تماما تماما كده تقوم عصر عليها نص ليمونه وتحطيها على لتر ميه. دي طريقة لو انت ما عندكيش اي مشاكل. الطريقة دي برضو ممكن تعمليها يوم ويوم، او ممكن تعمليها يومين وتفصلي يوم، تعمليها يومين وتفصلي يوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حابة تحط معاه شاي مغلي مفيش مشكلة، بس ما تغليش الشيح مع الشاي، لا اغلي حطي المية اعملي الشاي كشري واعملي الشيح كشري، وبعد ما يبردوا تماما حطهم على بعض، وحطي نص ليمونة او ليمونة وسط كده، وحطهم على لتر مية. وان شاء الله باذن الله الفراخ هتبقى زي الفل. ممكن تحطي ينسون، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اليانسون برضو لو حطيتي معاه شويه خل صغيرين بيحمض الميه وبيساعد على اليانسون يعمل مفعوله. اي عشب يا جماعه لو حطينا معاه نص سنتي بس خل، وحتى مضاد الحيوي انا صراحه كنت بعمل كده، كنت بحط نص سنتي خل جوه الميه احمضها عشان يساعد على امتصاص المضاد الحيوي بسرعه. اي عشب بتحطيه، اي فيتامين بتحطيه، لو نص سنتي مش هيفرق والله، مش هيعمل حاجه للفراخ ولا حاجه. نص سنتي احنا بس بنحمض الميه عشان الحاجه اللي احنا حاطينها تعمل تفاعل اسرع، وتستجيب جسم الفرخه يستجيب ليها اكتر. عندك اعشاب كتيره، عندك الكركديه. بصوا بقى انا المشروبات اللي عملتها بعد اليوم اللي بعد ما اديت جرعه المضاد الحيوي: الكركديه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اليانسون، البقدونس، الشيح. الاربع مشروبات دول عملتهم ازاي؟ طبعا الفراخ عندي بقالها 5 ايام بتاخد مضادات حيويه وكده فحبيت بقى انا ازيل كل سموم في جسمها. عايزه اغسل كلى بقى، وعايزه انشط الكبد بقى، وعايزه انشطهم من الخمول اللي هم فيه، وعايزه اريح الجهاز التنفسي بتاعهم. الاربع حاجات دول هيعمل المشاكل دي كلها. زي ما قلت لكم انا الحاجه ما بغليهاش على النار، انا بغلي الميه وهكون مجهزه المعلقه او المقدار انا هحطه في كوبايه، واكب الميه المغليه عليه واسيبه يبرد تماما 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 لحد ما ابقى اجي احطه في الفراخ. عندي البقدونس برضو انا غسلته كويس جدا جدا ونضفته وحطيته في حله زي ما انتم شايفين، وبعدين جبت مقدار تقريبا يعني لتر ميه كده. ورحت غليته ورحت كبيته على البقدونس وغطيته لحد ما يبرد برضو تماما. عندك الكركديه، تجيب معلقه كركديه تشطفيها كويس جدا وتحطيها برضو في كوبايه، وتغلي بتاع يعني كوبايه ميه، كوبايه مج الشاي كده ازازي ده اللي احنا بنشرب بيه الشاي، وتكبيها على على الكركديه وتسيبيها كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحط البقدونس ده انا اعتبر غسيل كلوي بقى، ما احنا اديناهم ادويه كتيره واديناهم مضاد حيوي والكلام ده كله. عايزه انشط بقى الكلى بتاعتهم ونشط الكبد بتاعهم، لان لو الكلى بتاعتهم تعبانه تعمل لهم خمول، الكبد بتاعهم تعبان يعمل لهم خمول، يعمل لهم مشاكل، هيبقى مفيش شهيه للاكل، مفيش شهيه للعلف، عندهم خمول على طول. فلا ده كده مش هينفع. فاحنا عشان نعالج المضاد الحيوي ده اللي اخدوه الفتره اللي كانوا تعبانين فيها، هحط البقدونس ده الصبح زي غسيل كلوي، واحط اللهم صل وسلم وبارك على محمد، احط الشيح بالليل. الشيح بعد ما يبرد تماما هتعصره على نص ليمونه. بيبقى افضل جدا جدا وبيدعمه يعني لو في يعني بوادر اسهال او في اسهال هيجي بجد صدقيني مش هيجي ان شاء الله باذن الله. عندك الكركديه بقى دي حطيها في نص اليوم والشمس كده طالعه كده ومدفيه بيوتنا كده، وتلاقي الفرخه كده خمنه ومش عايزه تاكل. وكمان لما النور بيبقى قاطع صراحه بيبقى العصريه او الظهريه كده الفراخ بتبقى كشه وخايفه. حطي الكركديه بقى ده يعني يمكن الكميه اللي انت عملتيها المعلقه كده وحطيت عليه الميه المغليه،
ممكن تحط نصها بس على يعني نص الكميه دي حطيها على اللتر ميه. لو عندك ساعه 2 لتر حطي الكميه كلها. بجد هتفرق معاكي جدا جدا. الحاجات اللي مكان ممكن مكان الكركديه في يوم تاني اليانسون. هو الكركديه منشط عام وبيريح جهاز التنفسي بتاع الفرخه. نفس الشيء اليانسون. يعني جميع المكونات، يعني من جميع الفوائد بتاعه الكركديه موجوده برضو في اليانسون. ممكن تغيري مرة كركديه ومرة ينسون. المشروب ده ممكن تعمليه يوم ويوم، هيفرق معاكي اقسم بالله، هيفرق معاكي جدا. الفراخ بدأت تسحب في العلف، بدأت تفوق كده. خدي بالك لو جسم الفراخ بتاعتك ازرق لازم تستعملي الحاجات الاربع حاجات دول ضروري جدا. يوم ويوم تستعمليهم يومين وتريحي يوم. جسم الفرخة بتاعك ازرق من السموم اللي في العلف، من قلة التدفئة، يعني قلة التدفئة او زيادة التدفئة او قلة التهوية. او مضادات الحيوية اللي خدتها كتير كتير قوي. اللي زرقني في الفراخ بيبقى مشاكله بيبقى جاي من مشاكل من حاجات كتيرة يعني. فاحنا هنعالج قبل ما الزرق في الفرخة يعني ياخد جسمها كله والفرخة يعني تموت مننا. لا، احنا هنعالج بقى هنعالج الكلى بتاعتها بالبقدونس، هننشط الكبد بتاعها بالشيح، هننشط الخمول اللي عندها والكسل اللي عندها باليانسون والكركديه. بجد اقسم بالله، بجد بجد عن تجربة انا ارتحت جدا بعد ما عملت المشروبات دي. اعملي يومين ورا بعض، 3 ورا بعض، مش تفرق خالص عادي. مادام الفراخ بتاعتك ما عندهاش اي مشاكل اعمليها. وحتى لو هي يعني عندها مشاكل، طبعا انت بتجيبي لها مضاد علاج وكده وتخلصي كل علاج وتقومي عامله الحاجات دي. ما عندهاش اي مشاكل، اعملي المشروبات دي يوم ويوم، يومين ورا بعض وريحي يوم كده. بجد تفرق معاكي جدا جدا جدا. تنسيش الفيتامين والاملاح المعدنيه برضو. اليوم اللي مش تعملي المشروبات تحطي فيتامين واملاح معدنيه، متنسيش لحد اخر الدوره. ما تنسيش ايمونانت ان برضو. اي وقت انت مفيش مشروب هتحطيه ولا حاجه حطيه هو. على فكره ممكن تحطي اوملانت ان مع الكركديه. انا بحطه صراحه مع اوقات كتير مع الكركديه. ممكن تحطيه مع اليانسون مع العشب، هو يعتبر عشب برضو مقوي مناعه. ممكن تحطيه لوحده. بجد بيفرق جدا اوملانت انت فرق معايا في ان الحمد لله والشكر ليك يا رب ان لما جه فيروس للفراخ الحمد لله ما جالهاش عامه، جالها لها يعني واحده واتنين بس الحمد لله، وما عممهاش ومسك الفراخ في حالها يعني. خلى الفراخ متماسكه والحمد والشكر اليك يا رب الحمد لله. ف واهم من ده كله يا جماعه تنظيف الحاجات كل يوم تنضفيها. هتشيلي الطبق بتاع الاكل تغسليه، لان طبعا بيبقى الميكروب. يعني انت حتى لما نكون ولادنا تعبين ولا حاجه بنحاول نقول لهم اشربوا في في كوبايه، مشربوش في ازاز، عشان الميكروب اللي في بقهم بينزل في الازازه ويرجعوا يشربوه تاني، فده حاجات غلط. فانت لما يكون انت عندك مريض او حاجه، يعني مريض كبير بشري كده، بنخليه يشرب في كوبايه. ما بالك بقى الطائر الضعيف ده اللي حول ولا قوه. فاحنا هنعمل له لازم تغسلي السيد جدا. يعني عايزه اقول لك في طبق من دول انا حاطه فيه خل، وفي وقت كنت حاطه والله في طبق كلور شويه كلور، وفي وقت كنت حاطه بتادين. اي مطهر حطيه في طبق وشطفيه كويس قوي، والطبق التاني حط فيه ميه نضيفه من غير اي حاجه خالص شطفي بيه. المهم اثار الكلور والخل والحاجات دي كلها شيلها من السقايات. وهتغسلي مش السقايات بس، هتغسلي العلافات وتشطفيها كويس جدا جدا. هتسيبي الحاجات دي بقى تقعدي تعمليها كل يوم ما دام فيها يعني عند في فيروس في المكان وكده او في ميكروب، بتعملي الحاجات دي كل يوم. ممكن بقى لما يعني تماسكوا بقى كده والحمد لله، اقوم هنعملها يعني مثلا يوم ويوم كفايه. بس برضو تنضفيها كويس قوي. العلف لو انت عامله خلطه البصل والحاجات دي كلها بلاش وهم عندهم اسهال، بلاش وهم تعبانين بتجهديهم اكتر، بلاش. يعني طبعا انا عايزه اقول مره اقول لكم، حتى احنا بني ادمين لما كنا تعبانين اكلنا بيضعف وبناكل حاجات خفيفه، بناكل سوائل، بناكل مسلوق. نفس الشيء برضو في الفراخ، لما كنت تعبانه ما تنغطش عليها بخلطه تقيله، لا خلي العلف كده، حطي شويه سمسم، حط شويه حبه البركه. عايزه اقول الكركم من اول يوم الفراخ لحد الذبح. الكركم صدقوني دوت برضو اللي بيخلي الفرخه تتمسك نفسها وتقاوم اي فيروس واي بكتيريا واي مرض. الكركم يا جماعه، ثم الكركم ثم الكركم. ما تنسوش الكركم من اول يوم، من اول يوم تحطيها على العلف. العلف بتاعنا بقى فيه نسبة سموم عن الأول كتير، بقى فيه مادة معضوش بيحطوها فيها، فالمادة دي خلت السموم عالية في العلف. إيه
اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فاحنا بنتجنبها ازاي؟ احنا بقى بنعتبر نفسنا احنا ايه شاطرين وفالحين كده، فنحط الماده دي ان هي ايه عن شكل ايه, كركم. عايزه اقول لكم الكركم ده اكبر المزارع، والمزارع كلها بتحطه. فكركم ثم كركم ثم الكركم ده شيء اساسي ملوش دعوه باي حاجه تاني، حطيه اكن ده جاي مع العلف. هتحط سمسم، هتحط حبة البركة، هتحط شوية توم باودر. يا ريت تحط توم باودر ده توم مميين كل يوم، بس بنسب ضعيفة، يعني كيلو علف عليه معلقة شاي صغيرة مليانة بس. تحط اللهم صل وسلم وبارك. بلاش العسل لما هو عيين تعبان، بلاش عسل. لما يكونوا كويسين زي الفل كده حط عسل. الليمون ممكن الخل يا جماعة، الخل يوم ويوم 5 سنتي على لتر ميه، يوم ويوم. الخل ده ضروري جدا جدا. واي حاجه هتحطيها حطي نص سنتي خل، اي حاجه مضاد حيوي فيتامين اي حاجه، حمضي الميه بنص سنتي مش هيأثر والله بجد. بس كعامة يعني الخل يوم ويوم 5 سنتي على لتر ميه. مضاد سموم ما تنسوهوش، من اليوم الثامن او اليوم السابع ابدأوا حطي مضاد سموم، يعني 3 مرات في الاسبوع. بعد بقى ما قبل ما تغير العلف بيوم هتحط مضاد سموم، يوم ما تغير العلف تحط مضاد سموم، اليوم اللي بعد العلف هتحط مضاد سموم، 3 ايام دول. وبعدها بقى تبداي تحطي يوم ويوم، او لو حابه تحطي كل يوم يبقى افضل والله بجد. لان الفراخ من بعد عمر ال21 يوم بصوا بيبقى عندها جهاز حراري. الفراخ طبعا البيضة طبعا ما بتفرزش عرق، والتنفس بتاعها ضعيف. فاحنا نحاول ان احنا ولما بتيجي تاكل علف يعني في سموم، ومناعتها بتبقى ضعيفة كمان لما بتكبر، جسمها بيسخن كده، فممكن يحصل منها مشاكل ولا حاجة. فاحنا نحط مضاد سموم عشان نقلل نسبة السموم الموجودة في العلف وما يحصلهاش اي مشاكل. يعني ممكن تحط مضاد سموم ده كل يوم 2 سنتي 3 سنتي على لتر المية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الدوره بتاعتنا تعدي على خير باذن الله. انا نقلتهم من المكان اللي هما فيه، انا فعزلتهم يعني عملت 5 فوق و5 تحت في البطاريه، ورجعت بعد ما خلصت جرعه العلاج خالص صراحه، رحت شايلاهم وديهم في مكان تاني. هصورتكم فيديو باذن الله بس لسه ما انتجتوش، هنزله لكم ان شاء الله باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، وان شاء الله باذن الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعتكم الله في حفظه وامان، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.